لو بتدور على موبايل محترم تحت ال5000 جنيه يكون بيعمل كل حاجة، يشغلك ألعاب، يصور صور حلوة، وبطاريته تعيش معاك طول اليوم، فأنت في المكان الصح. النهاردة هنتكلم عن 5 موبايلات بتقدم لك معادلة مستحيلة: جودة مقابل سعر. مش هقولك كلام تسويق، ده تجربة حقيقية. علشان تطلع من الفيديو ده عارف ايه أفضل اختيار ليك، خليك معايا وهات كوباية الشاي بتاعتك، لأنك بعد الفيديو ده هتروح تختار الموبايل اللي يناسبك وانت مطمن. طبعا لايك للفيديو واشترك في القناة لو مش مشترك، وتعالى نبدأ. أول تليفون معانا هو شاومي اي 3. التليفون بيجي بشاشة 6.5 بوصة اتش دي. مش هتشوف فيها تفاصيل كتير، لكن هي مناسبة للتصفح والفيديوهات الخفيفة. الألوان مش وحشة، لكن لو جبتها جنب شاشة فول اتش دي زي اللي في بوكو سي 75 مثلا هتحس الفرق فورا. التليفون بيجي بمعالج هيليو جي 36، بيقولك أنا موجود عشان الاستخدام البسيط، مناسب للتطبيقات اليومية زي واتساب وانستجرام. لكن لو حاولت تفتح عليه أكتر من تطبيق في نفس الوقت أو تلعب بابجي هيقولك ريحني شوية يا معلم، أنا مش متعود على الضغط ده كله. ذاكرة التخزين 32 جيجا، وده قليل قوي في 2025، والرامات 2 جيجا. مع الرامات دي ما تعتمدش عليه في الاستخدام الكتير وفتح كذا تطبيق مع بعض. بالنسبة للكاميرات بقى بيجي بكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل، طلع صور معقولة جدا في الإضاءة الطبيعية، بس في الإضاءة الضعيفة هتلاحظ شوية نويز. أما الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، يعني السيلفي يطلعك كأنك متصور بتليفون أرضي. البطارية بقى 5000 ملي أمبير، ودي حاجة حلوة جدا، هتشغل الموبايل اليوم كله من غير ما تقلق. لكن المشكلة في الشحن البطيء 10 واط، هيحتاج حوالي ساعتين ونص عشان يشحن بالكامل. الخلاصة موبايل مناسب جدا للي عايز موبايل رخيص وبسيط للاستخدام اليومي، لكن هتحس انك محبوس في المساحة والأداء. تاني تليفون معانا هو اوبو اي 18. التليفون بيجي بشاشة 6.5 بوصة اتش دي. الألوان حلوة، لكن الجودة مش الأفضل وسط المنافسين. أما المعالج هيليو جي 85، أداؤه مناسب للتصفح والتطبيقات الخفيفة، لكن مع الضغط هيبطأ. وبيجي بذاكرة داخلية 128 جيجا و4 جيجا رام. المساحة كويسة وسط الفئة دي، والرامات كافية لتشغيل معظم البرامج اليومية. الكاميرا بقى 8 ميجا بكسل خلفية و5 ميجا أمامية. الكاميرات هنا مش أحلى حاجة، هي مناسبة للاستخدام البسيط بس. أما البطارية 5000 ملي أمبير مع شحن 18 واط. أداء البطارية معقول، لكن سرعة الشحن مش الأفضل. الخلاصة لو بتدور على مساحة تخزين محترمة أو بطارية كويسة أو تليفون يشيلك في الاستخدام العادي، أوبو اي 18 هيكون اختيار مناسب ليك، لكن ما تتوقعش منه أداء عالي ولا كاميرا جبارة. تالت تليفون معانا هو سامسونج جالاكسي اي 13. التليفون بيجي بشاشة 6.6 بوصة فول اتش دي، شاشة واضحة جدا وألوانها جميلة، ودي نقطة قوة الموبايل على فكرة. وبيجي بمعالج اكزينوسيوس 850، يعني مناسب للاستخدام اليومي، لكن ضعيف جدا لو حاولت تضغط عليه بألعاب أو برامج كتير. مساحة التخزين 128 جيجا و4 جيجا رام، يعني مساحة تخزين كبيرة تكفي ملفاتك، والرامات كفاية لتشغيل برنامجين أو 3 بسلاسة. الكاميرات بقى 50 ميجا بكسل خلفية، بتدي صور حلوة جدا في الإضاءة كويسة. السيلفي 8 ميجا بكسل، أدائها معقول ومناسب لمكالمات الفيديو. البطارية بقى 5000 ملي أمبير وشحن 15 واط. البطارية بتكفي معاك اليوم عادي، لكن سرعة الشحن بطيئة مقارنة بمنافسين زي بوكو سي 75. الخلاصة لو الشاشة والتخزين مهمين بالنسبة لي، جالاكسي اي 13 خيار حلو. رابع تليفون معانا هو بوكو سي 75، وحش الأداء في الفئة الاقتصادية. التليفون بيجي بشاشة 6.5 بوصة في الاتش دي، شاشة واضحة جدا وممتازة للفيديوهات والألعاب. المعالج سناب دراجون 680 قوي جدا في الفئة الاقتصادية، بيشغل الألعاب المتوسطة بكل سهولة. وبيجي بذاكرة داخلية 128 جيجا و6 جيجا رام، يعني هيشيل معاك ملفات وألعاب كتير من غير ما تحس ببطء. الكاميرا بقى 50 ميجا بكسل خلفية، بتطلع صور ممتازة جدا وسط الفئة دي، والسيلفي 8 ميجا بكسل وصورها معقولة جدا. أما البطارية 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 33 واط، بطارية قوية جدا وهتشحنها في حوالي ساعة وربع. من الآخر لو بتدور على أفضل أداء وشاشة وبطارية وشحن سريع، بوكو سي 75 مش هتلاقي أفضل منه بالسعر ده. أخيرا بقى عودة الأسطورة، نوكيا بتقولك أنا لسه هنا ولسه عندي جديد. نوكيا راجعة بنوكيا جي 21، بطاريته 5050 ملي أمبير، عملاقة تخليك تسأل نفسك هو الشاحن ده ليه موجود. الكاميرا 50 ميجا بكسل، تفاصيل معقولة وسهلة، لكن الأداء تحس انك رجعت الايام سناك. تحديثات نوكيا بتقولك صبر جميل. لو بتحب نوكيا والبطاريات الكبيرة، نوكيا جي 21 ممكن يكون صديقك المثالي. الخمس تليفونات دول بيغطوا كل الاحتياجات الأساسية، وكل واحد منهم عنده نقطة ضعف وقوة. لو عايز الأرخص يبقى ريدمي اي 3، لو بتدور على تصميم شيك ومساحة كبيرة يبقى اوبو اي 18، لو الشاشة والكاميرا أهم يبقى جالاكسي اي 13، أما لو الأداء والبطارية وشحن سريع يبقى بوكو سي 75، أما لو بتدور على تليفون يعيش معاك يبقى نوكيا جي 21. وبس كده، مستني رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة والجرس شغله عشان ما تفوتش أي فيديو من اللي جاي.